صباح الفل، السلام عليكم. حاليا دلوقتي الساعة 7:15 صباحا بتوقيت دبي. تمام. النهارده هاخدكم في فيديو سريع حياة موظف في واحد من أكبر الفنادق اللي موجودة في دبي. ناس كتير جدا بعتت لي إزاي بيكون اليوم بتاعي وإيه اللي بقدر أعمله خلال اليوم وأنا شغال برضو 10 ساعات أو 12 ساعة، وبرجع وأعمل زي محتوى على السوشيال ميديا أقدر أفيد بيه الناس عن حياة الفنادق أو الناس اللي حابة تدخل المجال دوت حتى لو أنت ما عندكش أي خبرة خالص. الأول أنا اسمي محمد عبد الهادي، عندي 11 سنة خبرة في مجال الفنادق. اللي ما يعرفنيش أو أول مرة يشوفني، وكنت شاكر لو أنت عملت فولو للمحتوى على السوشيال ميديا كلها، هسيبها لك تحت. وحاليا دلوقتي أنا عايش في دبي بقالي 6 سنوات، وبحاول أساعد ناس كتير جدا يدخلوا مجال الفنادق حتى لو هم ما عندهمش أي خبرة. بحاول أوجه الناس كلها إيه اللي يقدروا يعملوه، الخطوات كلها من الصفر لحد ما يمسكوا شغل في دبي برضو من غير ما يضيعوا فلوس او من غير ما يضيعوا وقتهم. هرد النهارده على شويه اسئله برضو من اللي جوني على المسجات. بس الاول عشان الواحد لسه صاحي، تعالوا نعمل قهوه ونبدا نرد على بعض الاسئله سريعا. هي بتاخد تقريبا دقيقتين. اي، ما بحطش لبن كتير. الفكره برضو لما بتحطوا لبن مع الاسبريسو بتخلي امتصاص الجسم للكافيين ذات نفسه بيبقى اقل لما انت تخليه مع الاسبريسو لوحده يعني. فالاسبريسو او القهوه بيكون المدى بتاعها اطول شويه يعني، مش لازم نخليه يفور. بحب برضه احط حبه سينامون او اللي هي القرفه، رشه بسيطه كده بتدي طعمه برضه. بعملها دبل شوت كده نعرف نتكلم. ممكن ارد على بعض الاسئله برضو اللي جات لي سريعا، زي فكره هو ليه ابدا في شغل الفنادق ب 2000 درهم؟ ما هي الفكره انت هتبدا ب 2000، ده زي اي شغل تاني، يعني لازم تبدا من الاول، والاول هو بيكون 2000. انا اتكلمت برضو مع شاب كان بعت لي رسائل، فالصراحه هو قال لي انا مرتبي في مصر اعلى من كده. تمام. فقلت له هي بيكون نفس فكره الباكج، ما بيكونش موفرين سكن او مواصلات او الوجبات برضو، وبيدوك مثلا 10000 درهم او 12000 درهم. لو انت بتاخد 10000 درهم، خلينا نقول ده المتوسط هنا، في مرتبات طبعا 50000 و70000 ولحد 100000 درهم. بس برضو انت لسه جاي البلد، فخلينا نتكلم في الافريج. انت لو هتاخد ال 10000 درهم او 8000 درهم عشان تقعد في استوديو لوحدك، تمام، تقريبا هتدفع من 3000 ل 4000 درهم شهريا عشان تبقى انت عايش لوحدك. هتروح مثلا وهتعيش لوحدك في حته بعيده كمان، يعني لسه لازم يكون معاك سياره او عربيه، تمام، عشان تعرف تتنقل وتبقى سهل عليك. فاللي انت هتاخده لو انت مثلا جالك اي اوفر او شغل مش هيبقى موفر لك السكن، اعرف ان نص مرتبك اللي انت هتاخده ده حطه على جنب، ده هيكون للسكن والديوة اللي هي زي الكهرباء والميه والخدمات برضو بتاعه الاستوديو او الشقه اللي انت هتكون قاعد فيها. فالنص حطه على جنب، ده كده اللي هو رايح في الشقه. هيبقى معاك مثلا كام؟ 4000 درهم او 5000 درهم. هتقول اكل وشرب مثلا 2000 درهم، هتمسك على نفسك جدا وهتبقى 1000 ونص مثلا، لان برضو هنا للاسف الحياه غاليه. برضو ما اتكلمناش عن خروج، لسه ما اتكلمناش على ملابس مثلا هتشتريها، لسه ما اتكلمناش على اللي انت هتعمل حاجه لنفسك، لسه في الانترنت وفي المكالمات، لسه ما اتكلمناش في المواصلات. فهي يعني انت لو هتروح بقى شغل فنادق مثلا ب 1800 او 2000 درهم، هو بيشيل عنك كل الكلام ده كله. واعتقد دي هتكون احسن في الاول، لان انت لسه جاي في البلد، مش عايز اضيع وقت اللي انا اسكن مع مين واروح ادور على سكن، ولو لقيت سكن يا ترى الشغل هيكون جنب السكن ولا هحتاج انقل تاني. فهي الفكره كلها حاجه بتشيل حاجه، تمام. فانت لسه جاي في البلد، فالاحسن ان انت تستريح وتشيل عن نفسك الكلام ده كله، وتبقى ضامن ان انت ساكن جنب الفندق برضو. ده لو انت مش ساكن في الفندق. حصل معايا اول ما انا جيت دبي برضو، الفندق اللي انا كنت شغال فيه كان تقريبا 1100 اوضه، 1100 غرفه، كان في الشيخ زايد. بنقعد الاستاف كان موجود في قلب الفندق، واخدين 3 ادوار كده. ودي ما تحسبهاش كلها ماديات بس،
خليني اقول لك، انت هتقابل ناس هنا، هتتعرف على ناس هنا انت عمرك ما هتقابلهم في مصر او في شغل تاني. تمام. الفكره برضو في شغل السياحه او شغل الفنادق، انت بتقابل ناس جايين اجازه. تمام. الناس دي دافعين مبالغ وهميه، الناس دي 5 دقايق من وقتهم بملايين. تمام. اللي انت اصلا تقف وتتعرف عليهم وتتكلم معاهم وفي الاخر يدوك البيزنس كارد، انت بتعمل علاقات انت مش متخيلها. يعني انا في جيست فاكره من بولند، دفع بس خلال الاقامه 10 ايام او كان 9 ايام 1,200,000 درهم اكستراز. ده من غير حساب الغرفه يعني. تمام. اللي انا اتكلم معاه واخد البيزنس كارد بتاعه وابقى عنده على اللينكد ان. كان حد برضو من زمايله نازل وعملت له انا الحجز. حد من زمايله ده كان السي او لقناه، يعني هو مسؤول عن قناه تلفزيونيه موجوده في بولند. فالفكره برضو هي مش ماديات بس، هي كميه علاقات وناس انت هتشوفها وهتقابلها. الفكره برضو زي ما شرحت في فيديو من الفيديوهات، اللي هو حتى لو انت بدات كجست ريليشن ايجنت او فرونت ديسك ايجنت، في السيرفيس تشارج، في اللانجوج الاونس، في الاب سيلينج، يعني ممكن تعمل 4 او 5,000 درهم حسب السيزون يعني. حاولوا اي حد جاي ممكن تستغلوا فتره الصيف لو انتوا الانجليزي عندكم كويس، ممكن تستغلوا فتره الصيف تتعلم اللغه الصينيه. الصيني مطلوب هنا بطريقه كبيره جدا. مرتباته ستارت من 15,000 درهم. تمام. في بعض الشركات يعني هم محتاجين ناس كتير جدا. المرتبات دي مش حاجه هنا في دبي بس. انت لسه بادئ، انت لسه جاي ما عندكش خبره في البلد، لسه ما تعرفش حاجه. فالكلام ده كله طبيعي، ده في اي مكان يعني بس لو انت لسه الانجليزي عندك مش قوي زي ما اتكلمنا قبل كده، لازم أن تركز على اللغه الانجليزيه، حاول تذاكر فيها جامد. تمام. والمذاكره هتيجي عن طريق السمع وعن طريق الممارسه. ده ما تفتكرش ان انت عشان تيجي هنا لازم تكون نيتيف او معاك شهادات واللغه عندك في حته تانية خالص. لا، اهم حاجه انت تعرف تتواصل، تعرف تعبر عن افكارك، تعرف تفهم اللي قدامك كويس. تمام. ولو ما فهمتش ممكن تساله انا ما فهمتش وهيشرح ليك بطريقه تانية. الفكره برضو انك ما تخافش وانت بتتكلم. نفسي اتكلم معاك والله كتير، بس الفكره عندي واجبات لازم اقعد اكتب على السكريبت اللي هحاول انزله بكره او بعده، وهعمل شويه شغل تاني كده خاص بيا. بعد كده هقابلكم وانا رايح على الشغل. معانا تقريبا 30 دقيقة على ما نوصل ان شاء الله. عندي شفتين، يا اما اشتغل من الساعة 9 الصبح او الساعة 12 الظهر. فلو رايح 12 الظهر الدنيا بتبقى فاضية، ما بتبقاش بيك اورز. لكن لو 9 الصبح غالبا ممكن اروح بالترانسبورتيشن، يا اما بسمع بودكاست او ممكن اقرا كتاب يعني. دي يكون فكرة مش منتشرة شوية، اللي هي القراءة عندنا للأسف يعني. بجد أنصح كل واحد يحاول تقرأ على قد ما تقدر، يعني لو كل يوم حتى صفحتين 3 أو 5 صفحات. الفكرة أنت ما بتقراش علشان تلاقي إجابة أو تلاقي معلومة. يعني أنا ليه لازم أقرأ 8 ساعات أو 9 ساعات علشان أطلع معلومة من كتاب؟ وممكن أستخدم جوجل أو اي اي دلوقتي يعني. الفكرة أنت تحاول تتوسع في كل المجالات، مش في المجال بتاعك بس، عشان تستكشف نفسك أكتر. النوليدج اللي أنت ما وصلتهاش لسه، الحاجات اللي أنت ما وصلتلهاش، فدي الحاجات دي هتيجي مع البحث ومع القراية أكتر، ودي الحاجات اللي هتغير حياتك أعتقد يعني. ولو خدت بالكو، الناس الناجحة دايما هي اللي بتقرأ جامد يعني. فأنت دايما حاول تخلي معاك الفكرة دي، بتقرأ مش عشان تجيب معلومات، لا، أنت بتحاول تلاقي نفسك. أنتوا متخيلين أصل اللي بيكتب كتاب ده كمية المعلومات اللي عنده كتير جدا طبعا. فهو مثلا واحد عاش 40 سنة أو 60 سنة وبيكتب لكم كتاب، أنت ممكن تخلصه في 8 ساعات أو 7 ساعات. الخبرة اللي هو اكتسبها، الحياة اللي هو عاشها كلها بيحطها لك في 8 ساعات أو 7 ساعات. فأنت حاولوا تقروا كتب من المنطق ده، حاول تستكشف العالم، الحاجات اللي أنت ما تعرفهاش أصلا. أنت ممكن طبعا تبدأ بالكتب اللي أنت بتثير اهتمامك او انت مهتم بالمجال بتاعها. لان الفكره احنا اتعلمنا برضه للاسف طريقه غلط لقراءه الكتب، وهي اجاده المعلومات، عشان ده اللي احنا اتعلمنا للاسف في المدارس يعني. انا تعليم حكومي عادي جدا وخريج كليه تجاره،
بس الفكرة مع الحياة برضو، واللي انت بتقابل ناس من جنسيات تانية كتير وثقافات مختلفة، وطبعا انت بتاخد الحاجات اللي بتتماشى مع الثقافة بتاعتك. يعني حتى لو احنا مسلمين ومصريين، فطبعا احنا مش كل حاجة نقدر ناخدها يعني. لما تروح الجيم، فاهم، في الأول بتبقى صعبة، بس بعد كده بتلاقي العضلات بدأت تظهر وجسمك بيبقى في الشيب والكلام ده كله. نفس الفكرة مع قراية الكتب أو قراءة الكتب. لما في الأول بتبقى صعبة جدا، بعد كده انت بتلاقي عقلك العضلة بتاعته بدأت تنمو، بدأت تكبر. فهي الفكرة في كده، لو انت لقيت كتاب عاجبك خليه معاك واقراه كتير، افضل اقرا فيه كتير. ده برضو هيخلي عندك العادة اللي انت تقرا على الكتب بجانب انت بتقرا حاجة اوريدي انت بتحبها. وفكرة دلوقتي برضو انت ممكن تقرا بالاي اي، الحاجات دي سهلة جدا. في اللي هي التول اللي اسمها نوت بوك LM، دي حاجة تبع جوجل. فالواحد لو كان عارف الكلام ده من زمان بجد، يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، بس ممكن اعتقد الواحد كان حياته هتتغير 180 درجة للأحسن يعني، بفضل ربنا طبعا. بعد قراية الكتب، واللي انت تحط لنفسك هدف بناء على كلامك انت او رغبتك انت. لان برضو انت دايما حواليك ناس، ومع الاهل عندك واصحابك واهلك، فهم اللي بيحكموا عليك او اللي هم بيحطوا في دماغك انت بتحب ايه وما بتحبش ايه. انت هتدخل كلية تجارة عشان والدك عايزك تبقى محاسب، انت هتدخل كلية طب مثلا او هندسة علشان الناس تقول عليك مهندس او دكتور، واهلك عايزين يحققوا الاماني اللي هم ما عرفوش يحققوها فيك. فانت للاسف حياتك كلها based on the others، يعني انت حياتك انت مش متحكم فيها للاسف. فعشان كده انت لما تقرا وتاخد وقت مع نفسك كده كل يوم نص ساعه او ساعه، تحاول تقرا كتب كتير، بتبدا تستكشف نفسك وتبدا فعلا تشوف انا بحب كده او انا ما بحبش كده. والحاجات دي انت مش هتعرفها غير لما تبقى قاعد مع نفسك وتبدا تقرا كتير طبعا. اتكلمت كتير جدا في حته القرايه دي، بس بجد عشان هي من الحاجات اللي ممكن تغير حياتك. نفس فكره البودكاست هو فكره الكتاب، ناس قاعده بتتكلم عندها خبره 30 سنه او 40 سنه بتحاول تطلعها لك في ساعتين ثلاثه. انت اصلا مش قادر تسمع الساعتين ثلاثه دول، وترجع تقول هو انا ما بنجحش ليه، مش عارف الاقي شغل ليه، مش عارف اسافر ليه، انا ليه دايما محبط او حاجه زي كده. ما هو الفكره انت اصلا مش قادر تتفرج على ساعتين ثلاثه وممكن حرفيا يغيروا لك حياتك يعني. وخلي بالكم برضو يعني، سبحان الله. بص، مش عايز اتكلم في الحته الدينيه دي قوي، بس هي اول كلمه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرا. يعني دي بس يعني اعتقد دي هي خلاصه الموضوع كله يعني. وصلنا المكتب، صباح الفل. عندنا 14 ريبورت لازم نشيك عليهم. الروبورتات هي دمنا، هي الدي ان اي بتاعنا. ففي الغالب ما بحبش افطر الصبح، ممكن على الساعه 12 على الساعه 1 كده بعد صلاه الظهر اصلي، بعد كده نبدا نشوف هناكل ايه. لو كلت الصبح الصراحه بحس ان انا في خمول كده، مش عايز اخش في مود دايجست اند ريست، اللي هو انت طبعا لازم بعد كل اكله تحس ان انت خملان واللي انت عايز تريح ومكسل. اتمنى ان احنا ما نمدش او ما نعملش اكستنشن ونروح على الميعاد. ممكن نقابل صديق لينا، تابعونا اخلص شغل ونشوف هنعمل ايه. وبرده زي ما احنا قلنا قبل كده، انت ما بتقعد كتير في الشغل عندك او كل يوم بتعمل نفس الحاجه، فبتخش على الاوتو بايلوت مود، ما بتفكرش كتير. فعشان كده برضه انا بستغل الوقت بتاع الشغل، بسمع حاجات من على اليوتيوب، بودكاست او كتب مسموعه مثلا. ممكن تستغلوا الوقت ده تسمعوا انجليش مثلا. انا ساعات برضه اسمع بودكاست بالالماني او بالانجليش، ما بفهمش منه 100% طبعا، بس الفكره اللي انت على طول اللغه موجوده معاك. لان زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، فكرة اللغة هي بتيجي من الاستماع. احنا بنسمع الأول، بعد كده نقلد، بعد كده نبدأ نتكلم. ولو انت عايز تحسن اللغة عندك، حاول تهتم بالسمع جامد، بعد كده اتكلم، واتكلم واغلط. خليك شجاع في الغلط. الغلط ده جزء من مرحلة التعلم. محدش بيتولد عارف كل حاجة أو متعلم كل حاجة، لا، دي مرحلة ولازم كلنا نمر بيها. خلينا نشوف ورانا ايه، نفتح الإيميلات ونبدأ على الروبورتات، وهحاول ابقى معاكم طول اليوم كده. اليوم خلص الحمد لله، كان زحمه شويه الصراحه. الساعه داخله على 8:30. ممكن نطلع دلوقتي نقابل صديقنا وياخدكم معايا كده في جوله صغيره.
يلا. ده شارع الشيخ زايد. لازم طبعا ياخدوا التعريفة المرورية، بتبقى 4 درهم. ده برضو معلومة، لو حد جاي هيبقى جاي مثلا كزيارة وممكن تستأجر عربية هنا عادي يعني. برضو خليني أقول لكم، استئجار العربية ممكن الشهر ب 800 درهم، 700 درهم، هي حسب نوع العربية، بس خلينا نقول أقل حاجة تبقى 800 درهم في الشهر. لو حد حابب برضو، دي معلومة، ممكن تعمل الرخصة الدولية من القاهرة وانت جاي أو من مصر، وتسوق بيها هنا لو انت هتبقى جاي فيزا سياحة. وفي شركات كتير جدا بتعملها من غير ديبوزيت يعني. في سيارات برضو الأسبوع ب 300 درهم، ب 400 درهم، اليوم بيكون ب 80 درهم، ب 70 درهم، حسب السيارة يعني. لو انت هتبقى جاي وتسكن في حتة بعيدة، ممكن تبقى تستأجر سيارة لو يبقى وراك انترفيو او رايح انترفيو في حتة بعيدة، مش لازم تاخد تاكسي او الباص، وبتستأجرها من ابلكيشن. في حاجات كتير ممكن تبقى تبص عليها اونلاين، وبتدفعها بالديبت او كريدت كارد، مش لازم كريدت يعني. وفي كمان هنا حاجة جميلة جدا، اللي انت ممكن تستأجر سيارة بالدقيقة، يعني بير مينيت. دي برضه هتبقى حاجة جميلة جدا يعني، حسب المشوار بتاعك 20 دقيقة 30 دقيقة، وبتبقى الدقيقة تقريبا أقل من درهم. طلب لأي حد هيجي الإمارات أو بيفكر تاني يجي فيزة سياحة ويدور على شغل، أرجوك 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 اهتم باللغة. أنا حصل لي برضو موقف كده من يومين ثلاثة، تمام. كنت يعني بجيب حاجات من الماركت، والراجل مش فاهم يعني. كان في واحد مصري، تمام، مش عارف حتى يتعامل مع الكاشير، يعني الراجل بيطلب منه، فهو بيحاول يقول له ديت لازم انت تروح تغلفها الاول، بعد كده انت تيجي تحاسب عليها هنا. هو كان بيشتري الحاجات اللي هي الخضار ديت، فدي ما ينفعش انت تروح تحاسب عليها على الكاشير على طول، لازم تروح عند الراجل اللي جوه بيغلفها لك، بيحط لك عليها التيكت، وتروح تحاسب عند الكاشير. فحاجه بسيطه جدا. فهو للاسف مش عارف يتكلم حتى اللغه الانجليزيه، الحاجات البسيطه. والله يا جماعه اللغه عائق هنا كبير جدا. فمهما انت كنت بتعمل فلوس في مصر، مهما انت كنت مهاري في مصر، مهما كان عندك حرفه كويسه وشاطر وبتعرف تعمل فلوس في مصر، من غير اللغه هنا بجد هتبقى صعبه جدا كبدايه. حاول تجيب فلوس معاك بزياده، دايما خلي معاك مبلغ بزياده اقل من $1000، اللي هي ده لو انت جاي شهر، ما اعرفش، ده رايي الشخصي عشان انت تبقى قاعد في امان يعني. اعتقد دول هيبقوا كافيين لاول شهر. عايزكم تفكروا بالطريقه دي، تمام. انت جايب معاك 3500 او 3700، هتدفع مثلا 1000 ونص في السكن عشان تقعد شهر، تمام. يا عم هنقول انت لقيت الحمد لله ربنا كرمك ولقيت شغل من تاني اسبوع، تمام. خلينا يعني انا هبقى متفائل جدا. انت علشان تقبض وعشان تبدأ تجيب فلوس لسه قدامك شهر كمان او 6 اسابيع، ده لو مش شهرين، على ما تجهز الورق، على ما تروح تعمل الكشف الطبي، على ما تنزل، على ما تتعين، على ما تبقى الجويننج ديت بتاعك خلاص كونفيرم. لسه قدامك شهرين تاني علشان محتاج فيهم مصاريف. لان الناس هتبقى فاكره، او الناس بتحسب ان انا جاي هنا وهلاقي شغل من اول يوم او من اول شهر. الحياه هنا غاليه. والله انا بنصح الناس، يعني مش عايز اخلي الدنيا سودة قدامكم، بس انا بتكلم من واقع. في كمية ناس بعتت لي رسائل وانا مش عارف اعمل معاهم ايه. انا لازم اميز نفسي. انت جاي تاني بتنافس 100 جنسية، يعني انت مش جاي لوحدك. انت مهما كنت كويس في مصر، تمام، هنا في 100 جنسية تانية كانوا بيعملوا نفس الحاجات اللي انت بتعملها واحسن منك، وبيتكلموا انجليش، تمام، وبيدوروا على نفس الشغل اللي انت بتدور عليه، وهيقبلوا بمرتب اقل. طب انت هتيجي تعمل ايه؟ معلم، هتبقى ساكن فين؟ خصوصا دلوقتي السكن اللي غلي جدا في دبي. هتروح تقعد في حتت بعيده جدا عن الانترفيوز وعن الشركات وعن الكلام ده. برضه كنت عايز اكلمك يعني، دلوقتي انا جاي مثلا من الشيخ زايد. ليه هم حاطين تعريفه مروريه؟ انا مثلا دلوقتي جاي عديت على اتنين 10 درهم، تمام، ورايح الصبح الشغل نفس الكلام برضه. فهم حاطين الاوبشن ده، وفي نفس الوقت انت عايز تعدي من هنا عدي، مش عايز حاطين طريق تاني بس ابعد، واللفه بتاعته بعيده شويه، والطريق كله صيانه. يمكن دوت شيخ زايد، خلينا نقول هو طريق ستريت بيوصلك بسرعه، ليه مخارج كتير، تمام. بس في مقابل هذا بيديك خدمه، عشان نفس الفكره لما انت تيجي اللي انت عايز تاخد كورس او
تدفع حاجه عشان تتعلم مع ناس او حاجه زي كده. هي نفس الفكره بالظبط، اللي انت هتعلمه ده هو يوصلك طريقه اسرع وهيديك مجهود وبيمهد لك الطريق. غير كده انت ممكن تاخد بقى طريق تاني، الطريق تاني اللي مش هيبقى ممهد، انت ما تعرفش فيه حد، هتروح تجرب بنفسك، هتضيع وقت، هتجرب مصادر كتير، في دوشه في الطريق دوت، فمش هتعرف توصل اسرع. فعشان كده لازما تفكر 100 مره، بدل ما انا اروح اخرج خروجه او هروح اصيف مثلا او هاجي هنا دبي هدفع 50,000 او 60,000 لمده شهرين عشان الاقي شغل. ال 50,000 60,000 انا ممكن اصرف منهم 10,000 او 20,000 علشان انفست في نفسي، وان انت تتعلم حاجه، تاخد كورسات، تاخد كوميونيكيشن سكيلز، تاخد انجلش، تاخد اكسل مثلا، حاجات كتير جدا. اعتقادي الشخصي الاستثمار في النفس هو انجح استثمار ممكن تعمله طول ما انت عايش. بس فعلا الناس دي بتوفر لك وقت، الناس دي بتديك مجهود 10 سنين في مجال معين هم اشتغلوه وغلطوا كل الغلطات، وانت عايز تكمل في المجال ده، وهو جاي بيقول لك بص دي خبرة حياتي 15 سنة، انت المفروض تعمل واحد اتنين تلاتة. يعني انت اكنك عشت 15 سنة وبتاخدها منه على الجاهز مقابل مبلغ مالي. 15 سنة دول انا بيقول لك مثلا لمدة شهر او لمدة شهرين، او لو كان كتاب او لو كان كورس اونلاين، فبيديك كميه معلومات بيجهزك لحاجه انت ما كنتش اصلا جاهز ليها، اللي هو خلينا نقول ايه، اللي هو الار او اي، تمام، اللي هو الريتيرن اوف انفستمنت. تمام، ده في نفسك بقى. ما انا دفعت مثلا 1000 درهم او 1000 دولار في كورس مثلا، تمام، ما هو انا الكورس ده هيخليني مؤهل ان انا اخد وظيفه اعلى بمرتب اعلى، وهبدا اخد انا الفلوس دي تاني. انا شفت ناس كتير جدا للاسف ممكن في خروجه واحده او مصيف واحد يروح يصرفوا 40,000 و30,000 و20,000 و10,000، بس لما تيجي تقول لهم ادفع عشان تاخد كورس او علشان تذاكر مثلا او خد كورس لغه، يقول لك لا لا لا، انا هدفع كورس ده نصابين. بس انت لما تروح مثلا تخرج او حاجه زي كده علشان مجرد يوم او يومين او ثلاثه هتنساهم، تدفع الوفات زي كده، فما اعتقدش ان ده تفكير منطقي يعني. استاذي العزيز طارق. لا انا اللي هبدا عشان ده تليفوني. يلا روح انت الاول. فانا صديقي حمزه مثلا، او انا عشان اشتغلت في فنادق، ان انت بتقابل ناس زي حمزه مثلا. حمزه من المغرب، واحد من القلائل اللي انت ممكن تقابلهم في الحياه يعني. هو سافر دبي، جاي من المالديف اصلا. الباك جراوند بتاعته فظيعه. كنت قايل لي انت صح دارس السياسه واقتصاد اه وتاريخ وايه تاني؟ لا يعني انت تخصص في المهم انت فخمتني كتير مش بس تفخيم والله، عادي. هي لا الفكره الحمد ليه لله. بحاول بس اوصل للناس شغل فنادق ميزه مثلا منها اللي انت هتقابل حد زيك، او ثقافات واشخاص انت عمرك اصلا ما تتخيلت اللي انت تقابلهم او تتعلم منهم يعني. فعلا معاك حق. فانا اصلا ما كانش عندي في دماغي اني هشتغل في السياحه ولا اي حاجه. يعني انا دارس علوم اقتصاد وسياسه، بعدين مباشره كنت دارس للمعلوميات والحاجات دي بتاع البروجراميشن. وفجأة كده لقيت نفسي في مجال السياحة. يعني مجال السياحة هو مجال للناس اللي تخليها تتعرف على ثقافات تانية وفي نفس الوقت تخليها ما تتوقفش تتعلم يعني. تحتاج فالفنادق شجاعه اعتقد. تحتاج شجاعة طبعا. فالفنادق لازم يكون عندك معلومات في التاريخ، عشان مثلا الجست ممكن يفتح معاك حاجات مواضيع يعني ملهاش اصلا علاقه بالسياحه، وانت لازم يعني تكون كرياتيف مع الجست طبعا. وتتكلم معاه في اي موضوع ممكن يجيبه لك. صح. يعني طبعا ده ممكن يكون خارج البروفيشناليزم او حاجه كده، بس في نفس الوقت احنا بنتكلم على اللمسه الانسانيه زي ما انت بتقول في الفيديوهات بتاعك والحاجات دي. مظبوط صح. ودي حاجه مهمه جدا، يعني الواحد يكون عنده ثقافه عامه في كل الحاجات وفي نفس الوقت شغال في السياحه. ساعده كتير يعني. انت تقريبا دلوقتي بقالك 4 سنين او 3 سنين في شغل الفنادق اللي هي برضو الخمس نجوم الفنادق العاليه، ايوه. صح؟ خلينا نقول لو هتدي مثلا نصيحة او اتنين لحد لسه بادئ، تقدر تنبهه من ايه او تقول له يركز على ايه؟ والله انا اشتغلت شغل يعني الفرونت. ففي الغالب انا بشوف انه اللغات هي حاجه مهمه جدا. يعني الانجليزي لازم يكون عندك قوي، ولو معاك لغه تانية مثلا احنا لغتنا الام عربي، فحتى في المالديفز وفي الدول التانية يعني حتى لو رحت لاوروبا في العربي مطلوبه، عشان مهم. في جيست بيجوا عرب.
للفنادق، وبيحتاجوا ناس تتكلم عربي، ولو قدرت يعني تتعلم لغة ثانية أجنبية حيكون فيها إضافة كثيرة ليك. دي حاجة واحدة. الحاجات التانية اللي ممكن الواحد يعني ينصح بيها هو يكون عندك مش عاوزين نقول open mind عشان هي عندها معنى تاني، بس بالظبط لازم صح تكون للاسف. يعني متفتح من ناحية انت تقبل الشخص الاخر تقبل ممكن. الشخص الاخر. صح، بالظبط. بفكره بثقافته، أم، اللي انت بشكله. بالظبط صح كده، اه بعاداتهم بتقاليدهم. وانت بينك وبينه بس الفترة اللي هو حيقيم فيها في الفندق، يعني انت مالكش دعوة هو حيعمل ايه برا. الهدف الاول اعتقد من رايي الشخصي في الهوسبيتاليتي انك بتساعد الاشخاص التانية او الناس اللي هي جايه او الجست وتخليهم مبسوطين. لما كنت في المالديف الناس بتيجي بفكرة يعني خصوصا الاوروبيين، يعني عشان انت عارف اوروبا الشغل بيمشي طول السنة، فالواحد بيجي بيسميها ممكن اجازة العمر. يعني دي كلمة مظبوط خطيرة، يعني صح واحد حيعيش 70 سنة حيعمل اجازة حيسميها اجازة العمر. مش صح عارف هو حيعرف يجي تاني ولا مش حيعرف يجي تاني، عشان مش بس الاغنياء اللي بيسافروا، يعني احنا برضه بنسافر وبنحب. مظبوط. حيكون عنده توقعات منك مهم. يعني كبيره قوي كبيره الهاي قوي، هاي اكسبكتيشن على الاخر. اكسبكتيشن. وفي نفس الوقت يعني ممكن هو انت تختلف معه في الثقافه زي احنا ما نقول، صح، يعني تختلف منه معه في الثقافه. وفي دماغك هو جست زي اي جست بيجي كل يوم، اه فاهم؟ بس بالنسبه له هو دي الحاجه اللي كنت بحلم بيها طول حياتي، ان انا اروح المالديف مثلا. بالظبط. صح عشان كده الحاجه الحلوه برضو في الهوسبيتاليتي يعني هي تخليك تساهم في انك يعني زي ما نقول بتحقق حلم، بتحقق احلام احلام الناس الناس. التانية. بتحقق مظبوط احلام صح الناس التانية وانت مش على بالك، يعني صح. انت بتعمل انت بس انت شغلك. ساهمت في حاجه زي اه كده، صح مظبوط دي صح حاجة مش هتعرف تلاقيها في اي مجال تاني مظبوط بخارج 100%. السياحة. يعني محقق احلام او مساهم في تحقيق الاحلام. واعتقد مثلا من المثل اللي انت شفته، لو انت هتبص له بره الصندوق شويه، انت زي ما انت قلت في ناس، انا برضو قابلت ناس كتير نفس الفكره، بيبقى عندهم 70 سنه 60 سنه ولسه بيحاولوا يحققوا احلامهم. اعتقد دي ممكن تخلينا نبص شويه، ان انت لازم دايما تفكر في نفسك وتفكر في الهدف بتاعك وتفكر في الحلم بتاعك. ممكن احنا بنشوفها بالناحية دي، بس من ناحية تانية الاحلام ما عندهاش سن يعني. فلو ممكن، عندك 70 سنة ودي مثلا برضو صح، ده درس تاني. اه صح صح الاحلام ما عندها السن، يعني ممكن الواحد ما اتاحتلوش الفرصه، كان عنده احلام وما اتاحتلوش الفرصه انه يسافر، وصل مظبوط لمرحله انه ممكن في اللحظه دي يسافر، فحيسافر يعني. والمهم انت صح. يعني تسهل الواحد. لازم ما يخليش ما يستصغرش الحياه بتاع الناس التانيه، ما يخليك تستنقص من واحد عنده مثلا 70 سنه وحقق احلامه. يعني هو مظبوط ممكن صح عنده فارق سن بس في الاخير وصل زي ما انت وصلت، يعني صح صح وصلتوا الاثنين للحلم بتاعكم. صح. حابب يدخل في مجال الفنادق، اهم حاجه ركز على اللغه. تاني حاجه خليك اوبن مايندد، تمام؟ واللي انت زي ما انت شرحت، ما تاخدش الحاجات السيئه من الناس التانية، لا انت ممكن تاخد اللي يتوافق معاك مع الثقافه بتاعتك اه والعادات بتاعتك برضو. خلي بالك، ويمكن اصلا انت ما تتوافقش معاه اصلا، امم يعني ما تاخدش من عنده اي حاجه، المهم انك تحترمه ما بتخليش يحس انك انت بتختلف معاه. يعني اختلاف ده بيكون مع زميلك مثلا، بيكون مع واحد اللي حيفهمك وحتفهمه، مهم. ده انت اصلا ما عندكش هدف انه هو يفهمك او انت تفهمه، ده هو دفع على خدمه انت بتقدم له الخدمه وخلاص، نقطه صح. ورجوع الى السطر. الجست اللي بيجي في دبي غير طبعا اي جست تاني. خلينا نقول برضو ممكن يكون الباك جراوند بتاعتنا اللي هي حته اللكشري هوتل شويه، والفنادق العاليه يعني واحد يدفع المبلغ انت مستحيل توصل له كاجازه في اسبوع، فاكيد من حقه يعني يختلف معاك اصلا يعني. بالظبط صح. وخلي بالك انا قابلت ناس كتير جدا في الفندق عصاميين وكانوا بادئين من لا شيء. يعني كان جست بيجي كان باين عليه اللي هو لابس عادي جدا وبسيط جدا، بس بشوفه بيدفع مبالغ كتير. فبرضه طبعا انت مثلا كان زي ما انت قلت، دي برضو ميزه لما انت تشتغل في الفرونت شويه، اللي انت تبقى في الريسبشن او الجست ريليشن فيس تو فيس مع الجست، فاللي انت بتقدر تتكلم مع الجست في اي حاجه. اه فممكن تبدا تتكلم على الباك جراوند بتاعته وتفتح اي موضوع، فبيبدا هو، لان برضه هو جاي في اجازه، المود بتاعه كويس مش ستريس والكلام ده، فممكن يبدا يفضفض معاك، يعني يبدا يتكلم معاك هما في في الغالب حياته يعني. بيفضفضوا على فكره يا طارق. كتير انا بالظبط. انا ما فيش ولا مره كان عندي يعني مثلا ويلنج سؤال او حاجه.
افتح موضوع مع جيست يعني انا اخترته والجيست ما جاوبنيش عليه او ما اداليش معلومات عليه، بالظبط. يعني حتى تساله اسئله شخصيه ويجاوبك على اسئله يجاوب شخصيه. معاك مفيش مشكله خالص. بالظبط. يعني دي حاجه. يعني برضو ايه، خلينا نقول مدرسه للحياه قدامك، من كل الثقافات، من كل الجنسيات، من كل الناس اللي هي ناجحه بيجوا عندك وتقدر تتعلم منهم ببلاش برضه كل يوم. بالظبط، يعني كورس مجاني. بالظبط. لو حبينا ندقق في يعني في اللغه، فاكيد طبعا يعني الانجليزي حاجه بديهيه الواحد لازم يتكلمها، انسى لغتك الام، انسى كل حاجه. بس لما نقول يعني تتكلم انجليزي، مش الانجليزي بتاع باراك اوباما او الانجليزي بتاع مش عارف اللي هو النيتيف النيتيف يعني لو امريكاني احنا كلنا عندنا اكسنت، وبجانب الانجليزي بنتكلم اللغه الثانيه اللي هي لغه الام. يعني الانجليزي ده مجهود شخصي الواحد عمله عشان يتكلم بلغه ثانيه. فانا الناس كلها اللي شغاله معايا صراحه ما شفتش واحد بيتكلم انجليزي. كنا لسه نتكلم في العربيه ده. صح. ما شفتش حد بيتكلم انجليزي 100% صحيحه. ممكن انت اصلا تبقى احسن منه تبقى كمان، احسن منه يعني الله. كمان. فالانجليزي مش عائق اصلا، يعني انت لازم بس تعرف تسمع، يعني يكون عندك قدره على السمع وفهم اللهجات. وحاجه وثاني، والحاجه الثانيه المهمه انه تعرف ترد. الرد هنا مش لازم يكون يعني قوي او يكون في زي ما قلنا بالاكسنت، بالبريتش اكسنت او بالامريكان اكسنت او حاجه، لا بلهجتك المغربيه وبالاكسنت بتاعك المصريه بترد عليه عادي. الجست هيفهمك ومش اصلا خلي بالك، يعني هو الجست عارف انت اللغه الانجليزيه مش لغتك، يعني برضه لما بترد عليهم هم شايفين انه انت عندك اخطاء، بس مش زينا احنا هيقول لك لا انت كان المفروض تعمل تدخل دي وتخرج دي. فعلا النقطه دي مش عارف هل هي احنا كمصريين عندنا بس، هم المصريين بس اللي بيعلقوا عليا او يعلقوا على حد تاني لما يجي يتكلم انجليزي. بس اعتقد هي العقليه دي منتشره في العرب كلهم. فعلا احنا عندنا كمان عقده الخواجه. بس هم لا، هم ما مالوش سالفه فيك، يعني انت والنولج بتاعك، هو الهدف بتاعه سالك سؤال انت جاوبت عليه، هو فهمك السلام عليكم. بس يعني انجليزي بسيط. المهم الواحد يعني ما يوقفش عند الحد ده. فمع الوقت انت هتتعلم، يعني مش لازم احنا نقول انجليزي بسيط ونخليها كده انجليزي بسيط بقى واقف. صح. صح. فانت تتعلم وتطور انجليزيتك، خصوصا حتى في جاي دبي رغم ان هي دوله عربيه، بس هي اللغه الاساسيه هنا انجليزي. انا بتكلم على دبي، اماره دبي، لان انت معانا هنا اكتر من 200 جنسيه او 150 جنسيه. تخيل هيتواصلوا ازاي مع بعض؟ مش هيتواصلوا باللغه العربيه. الجست لما بيعمل شكايه ما بيعملش شكايه عليك انت، بيعمل شكايه عشان السيرفيس. صح. اللي هو كان متوقعه، اللي هو دفع فلوس مقابل خدمه، فهو عايز ياخد الخدمه بتاعته زي ما كان متخيل او كان حاطط توقعات. ده لقاء صغير كده تمام مع اخويا وصديقي حمزه المغربي، واشكرك ان انت اتكلمت باللغه العربيه عشان انا اعرف افهمك. الناس تعرف تفهمك بقى. انت ممكن تقول لهم بقى كلمه بالمغربي عشان اخواننا برضو المغاربه لو هيبقوا يشوفوا الكلام ده. نشوفكم في الفيديو الجاي مع الاستاذ طارق. كاملين غادي تدخلوا المجال ديال الفندقه الا تبعتوا النصائح ديالو. الطلب على الوظائف اكتر من المعروض. يعني لو بصيتوا على لينكد ان، على انديد مثلا، دي حاجه حاولوا تخلوا بالكم منها وانتوا جايين. فبرضو ما تفتكروش هنا انتوا هتلاقوا شغل بسهوله. تاني، حط نفسك مكان الراجل اللي هو موجود في الاتش ار، بيجيله ابلكيشن بالالافات بالمئات كل يوم. ايه اللي هيخليه يختار الابلكيشن بتاعك؟ ده لو وصل له اصلا زي ما احنا اتكلمنا. لو انت حابب تبص على الفيديو ازاي تعمل اصلا السي في بتاعك. انا في فكره الاي تي اس هو ابلكيشن او سيستم علشان يعمل فلترز للسي في اللي داخله، مش عشان يختار. الساعه تقريبا داخله على 10. من فترة كده حد معايا في الشغل سألني ازاي ازود تركيزي وانا بذاكر لغة ألمانية، عشان حاسسها اللي هي لغة مملة شوية. شرحت له ازاي يركز على اي حاجة بنفس منهج الجيم، وان عقلك زي اي عضلة في جسمك محتاجة تدريب، وانها بتجهد وبتحتاج راحة بعد كده.
وترجع تدربها تاني عشان تبقى اقوى وتريح تاني وتدربها وهكذا. نفس فكره اي عضله وانت بتتمرن في الجيم. فكره لو انت فاقد التركيز خدها زي الجيم، لو انت فضلت تتدرب من غير ما تهتم بالاكل او بالنوم انت هيحصل لك هدم عضلي مش بناء. عقلك برضو مش هينفع تدربه وانت جنبك التليفون وحواليك زحمه وقاعد في عوامل وجنبك عوامل تشتيت كتير. انا كتير باجي الجيم الاقي الدمبلز برضو والاوزان مرميه والجيم متبهدل وزحمه وفي ناس كتير والاجهزه مش نظيفه مثلا. تمام. بتدرب مش برجع تاني، بس مش بيكون بنفس الكفاءه التدريب لما يكون الجيم فاضي ومنظم وريحته كويسه ولوحدي. فاهم؟ نفس الفكره بالظبط، نفس اللوجيك. لو انت بتحاول تركز واوضتك او المكان اللي انت بتركز فيه مش هادي ومش منظم ومش نضيف، عشان كل دي العوامل بتخليك تساعدك اكتر على التركيز. في الجيم انت ما ينفعش تدرب اكتر من 45 دقيقه او ساعه بالكتير، ما ينفعش تقعد تدرب 4 او 5 ساعات. نفس الفكره، ما ينفعش تقعد تذاكر 4 او 5 ساعات وتقول انا كده بذاكر. انت لازم تقسمهم لحد 30 او 45 دقيقه، ده الطاقه الاستيعابيه لعضله العقل. بعد كده خد 10 دقائق او 5 دقائق راحه وارجع كمل تاني، مفيش مشكله. وللاسف انا ندمت ندم عمري اللي انا ما عرفتش الكلام ده بدري الصراحه. فلو كنت مكانك تاني لازم تبدا الرياضه وحاول تدخلها يوميا 15 دقيقه على الاقل. 15 دقيقه مشي، انزل اتمشى حوالين البيت وما تاخدش معاك الموبايل. الصراحه انا بتكلم من واقع تجربه، ويجي كنت مكانك والله. يوم من الايام لو انت بتتفرج عليا وكنت فاكر اني ما اقدرش، بجانب اني بشتغل 12 ساعه في اليوم ومتغرب ولوحدي وبذاكر وورايا حاجات كتير جدا انا ما اقدرش اعمل رياضه خالص. كلنا عندنا نفس ال 24 ساعه في اليوم، انت بس اللي بتقرر ايه الاولوياتك وانت تقضيهم ازاي. يعني لان بجد التاثير مش جسدي، ودي الحاجه اللي هتلاقوها بعد كده. التغيير هيبقى في كل حاجه في حياتك. انت لو تسالني ايه اللي حصل او اتغير في حياتك من ساعه ما نزلت الجيم، هقول لك كل حاجه حرفيا تقريبا، يعني ما عدا التيشيرت ده ممكن. نفس الفكره بقى طبقها في كل حاجه في حياتك، بيزنس، شغل جديد، حاجه عايز تشتغل عليها، طبق منهج الجيم في الحاجه اللي انت عايز تعملها ديت. الاول بتكون انت مش عارف تعمل ايه، مش عارف ترفع الاوزان بشكل صحيح، هل انت بتاكل صح، هل اسلوب التمرين ده مناسب ليك، هل الكوتش اللي انت بتدرب معاه مثلا ده هتفهم منه مش تفهم منه. وبتقعد تجرب حاجات كتير، وبعد فتره من الاستمرار والمحاولات والاصابات لا قدر الله هتوصل وهتعمل عضلات وهتحس بعد كده بالتغيير. نفس الفكره في اي حاجه انت بتعملها في حياتك. للاسف الناس كلها بتروح تدور على حاجه اللي هي المايكروويف ريزلت، الحاجات السريعه، بس للاسف ده مش هينفع في الحياه الواقعيه من غير تعب وتعلم ومحاولات وفشل ونجاح تاني. انا بحاول اوثق رحلتي معاكم خطوه بخطوه عشان اذكر نفسي باخطائي واي حد حابب يتعلم تاني. وان شاء الله سنه 2025 دي هتكون سنه النجاح بتاعي على السوشيال ميديا، واحاول افيد الناس بقدر الامكان. بعتذر تاني على الاطاله، وده كان يوم سريع في حياه موظف في اكبر الفنادق اللي موجوده في العالم من دبي. هسيب لك كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في ديسكريبشن تحت، وهسيب لك برضو البايو بتاعي كل السوشيال ميديا. هكون شاكر لو انت تابعتني. كده تمام، اليوم خلص. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. كان معكم محمد عبد الهادي. السلام عليكم.